السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيديو النهارده هيبقى روتين خفيف كده من شقتي. يلا بينا نشوف الفيديو، بس يا ريت تعملوا لي لايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات. هبتدي ارجع معاكم تاني نصور مع بعض فيديوهات، بس يا ريت تشجعوني وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وكمان تكتبوا لي كومنت بسيط كده منكم. اول حاجه، اول ما صحيت انا دخلت على الصاله بتاعتي، ابتديت ان انا اعدل المخدات بتاعتي كده واعدلها، اي حاجه مش مظبوطه فيها اروقها. واهم حاجه بحب ابتدي بيها يومي هو القران. ببتدي اشغل القران على التلفزيون وكمان اولع بخور وافتح الشبابيك بقى، اخرج كل الطاقة السلبية اللي في الشقة مع القرآن ومع البخور، بتبقى حلوة جدا. دايما مبتدي يومي بقراءة القرآن حتى لو بصور صغيرة، وكمان طول ما انا واقفه بشتغل شغل البيت بستغفر ربنا وكمان بصلي على النبي. صلوا على النبي يا جماعه، والله العظيم بتبقى سحر 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 في قراءتها. صلوا على النبي وشوفوا العجب، هتشوفوا العجب قسما بالله. اتمني اي امنيه وصلي على النبي وربنا يحققها لك. اعمليها ورد ليومك 500 ألف مرة الصلاة على النبي في اليوم، وشوفي حياتك هتتغير للأحسن ازاي. انا دلوقتي ابتديت ان انا ابخر الصاله عندي وكمان بخرت الاوض وظبطت الكنب وظبطت المخدات كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبعد كده باخد البخور بتاعي واخش على المطبخ. زي ما انتوا شايفين انا حاطه قدام مني الراديو، ما بقطعوش خالص وما بشيلش فيشته خالص من على اذاعه القران الكريم. بحب كده اصطبح كده بالشيوخ الحلوين بتوعنا بتوع مصر والشيوخ بتوع السعوديه، والدول العربيه الجميله. دايما كمان بروق مطبخي كده زي ما انتم شايفين بالليل عشان اصحى رايقه، مطبخ نضيف، حوضي فاضي، بوتاجاز نضيف. كده بتبقي صاحيه ما وراكيش اي حاجه زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نعمل مع بعض فطار حلو جدا رايق كده. هنعمل مع بعض بانكيك شوفان او بانكيك الموز بطريقه سهله وسريعه. عندي موزايه بمسكها بهرسها، هي لو الموزايه بتاعتك مستويه شويه هتتهرس معاكي بسرعه. بهرسها وبحط عليها بضايه، وكمان بحط كيس من الفانيليا وهنقلب كويس جدا. بس كمان هضيف معلقة واحدة من السكر، او كمان ممكن تضيفي معلقة عسل، وكمان ضفت عليها حوالي ربع كوباية من اللبن. وابتدي اقلب كويس جدا. المقادير اللي انتوا شايفينها دي. طب نقول مقاديرنا تاني: موزاية، بضاية، كيس فانيليا، معلقة سكر، 3 معالق من اللبن او ربع كوباية لبن صغيرة، ومعلقة السكر اهي بتاعتنا. ونقلب كويس جدا. بعد كده هحط عليهم حوالي برضو 3 معالق او 4 معالق من الدقيق. ممكن الدقيق ده هيكون دقيق قمح او دقيق عادي براحتك، او كمان دقيق شوفان. يعني دول 3 انواع من الدقيق انت ممكن تفضليهم. لو انت عايزاها هيلسي او صحيه اكتر بتحطي بقى شوفان او دقيق قمح. ده اللي بتحطيه. ما عندكيش الكلام ده ممكن تحطي دقيق من العادي بتاعنا اللي احنا بنشتريه. وبعد كده بجيب الطاسة او بجيب الجريل بتاعتنا وبحط معلقة واحدة بس كده على قد واحدة البانكيك بالشكل ده، من غير اي مادة دهنية خالص خالص ولا في البانكيك ولا كمان في الطاسة. مقاديرها سهلة قوي: موزاية، بضاية، كيس فانيليا، معلقة سكر، حطي رشة صغيرة كمان من بيكنج باودر، 3 معالق من اللبن، 3 معالق دقيق او 4 معالق دقيق حسب ما ياخد معاكي. وانتوا شفتوا القوام بتاع ايه، العجينة عامل ازاي. هبتدي ان انا اقلبه كده. ممكن تاكليه بقى مع رشة من السكر البودرة لو عايزة، معلقة من المربى الدايت او معلقة من المربى العادية، عسل نحل ممكن تحطي. بتبقى حلوة جدا وكمان ولادك هيحبوها. تعالوا نعمل مع بعض بقى فنجان قهوة كده محترم نفطر بيه، نشربه مع الفطار الجميل ده. يلا بينا. انا بحب اشرب قهوتي الصبح كده تكون سادة من غير اي سكر خالص. وهبتدي ان انا اخدها مع الفطار الجميل اللي احنا عملناه مع بعض اللي هو البانكيك ده. البانكيك سهل قوي تقدروا تعملوه، وكمان لو عندكم مكنة الوافل تقدروا تعملوا بنفس المقادير دي وتحطوا العجينة بتاعتكم في مكنة الوافل. تعالوا بقى نغسل المواعين بتاعتنا علشان كمان شوية بقى نحضر مع بعض الغدا. ده المواعين اللي احنا عملنا بيها البانكيك لان انا ما كانش عندي مواعين، بس غسلتهم وظبطتهم وروقت مطبخي. بصوا بقى، طول ما انا واقفه بشغل اذاعه القران الكريم بتقول بقى حديث وبتقول قران. انت ممكن كمان تقعدي من كتر تكرار القران جنب منك انت بترددي القران ده. بتقعد تشغل الصلاه على النبي، ممكن طول ما انت واقفه تقولي الاذكار بتاعتك، تقولي الصلاه على النبي، ما تقفيش بقك فاضي ده. وشغلي طول ما انت قاعده كده الذكر قسما بالله. لو عندك حلم ايه، لو عندك ايه اللي نفسك تحققيه، بالصلاة على النبي وكمان بالاستغفار هيتحقق معاكي اي مستحيل. تعالوا بقى نجهز معانا الغدا.
نعمل مع بعض رز صياديه، وهنجيب سمك من بره. يلا بينا نشوف الرز عملته ازاي. اول حاجه حطيت زيت، انا بحب اعمل رز السمك ده بالذات بالزيت من غير سمنه من غير اي حاجه. قطعت بصلايه صغيره كده حلوه وحطيتها في الزيت. علشان بقى البصلايه بتاعتي تحمر بسرعه بحط عليها شويه من الملح، معلقه ملح كده صغيره، وبعد كده اقلب بقى لغايه لما البصلايه بتاعتي تحمر معايا خالص خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. وابتدي بقى افضل اقلب 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 لغايه لما البصله بتاعتي تحمر وتبقى لونها كده ذهبي ذهبي غامق شويه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبتدي بقى اكون مسخنه ميه في الكتل او مسخنه ميه في براد، وبعد كده اخد الميه اروح ضيفاها على البصل بتاعنا، واسيب الخليط بتاع الميه والبصل ده لغايه لما يغلي كده وياخد من بعض، عشان خاطر الميه تاخد من لون البصل وتاخد كمان من الطعم. تعالوا بقى نضيف البهارات اللي انا بضيفها على الرز الصياديه. هقول لكم على مكونين بس من البهارات هيخلي الرز بتاعك ده يروح في حته تانية خالص، قسما بالله بيديله طعم حلو قوي. هو الكمون وكمان البابريكا. البابريكا يا جماعه بتدي طعم وريحه حلوه جدا جدا. جربي بس معلقه البابريكا دي هتعتمديها في الرز بتاعك. ده شكل الرز بعد ما استوى. عايزه اقول لكم طعمه حلو جدا جدا، احسن كمان من اللي بنجيبه من بره، ولونه جميل زي ما انتم شايفين. في ناس بتضيف كمان معلقه من الكركم او الكاري على الرز ده، بيديله لون حلو جدا، بس انا بستكفى بالكمون وكمان البابريكا. ده السمك اللي احنا اشتريناه. انا جبنا سمك مكرونه. انا جبنا ازاي جبنا سمك مكرونه وجبنا بولتي، وكمان جبنا واحده مكريلا عشان هيثم ما بيحبش البولتي. وده غدانا النهارده. سلطه طحينه، وكمان الرز اللي احنا عملناه، وسلطه خضراء و... وتفضلوا بقى اتغدوا معانا. ان شاء الله هتابع معاكم كل يوم بقى، اعمل لكم روتينات خفيفه، بس شجعوني بالله عليكم ما تخلونيش ازهق. لايك كده حلو كده وكومنت جميل منكم يا ناس، يا عسل انتوا. وتشجعوني عشان خاطر ايه، تحسوا ان انا مستجده معاكم. بس تعالوا بقى نختم الاكله دي. محتاجه ايه؟ محتاجه كوبايه شاي. نعمل بقى كوبايه الشاي بتاعتنا كده. محتاج كوبايه شاي مغلي مش كشري خالص. معايا بقى كوبايه الشاي بتاعتي وكوبايه هيثم وكوبايه مريم. يا رب يكون الروتين بتاع النهارده عجبكم. ما وما تنسوش تنسوش بقى تحطوا تعملوا لايك وشير وكومنت فعلى زر الجرس عشان يوصل لكم كل كل جديد. ان شاء الله باذن الله. نورتوني وشرفتوني، ومعلش لو الفيديو طويل عليكم. مع السلامه. باي باي. باي باي.